السلام عليكم، كيفكن حبايبي؟ ان شاء الله تضلوا بخير دائما. رجعت لكم بفيديو جديد ان شاء الله ينال اعجابكم. فيديو جدا بسيط لطريقة سهلة، طريقتين بدي اعمل معكم بالبطاطا. حبيت هيك اشارككم العشاء اليوم اللي حضرته. كان عشاء كتير طيب، ممكن فكرة لفطور او عشاء بالبطاطا. اول شي اي حجم بتحبي تستخدميه للبطاطا. حبيت أنا استخدم حجم صغير، قشرته بهي الطريقة، وتقريبا كيلو وشوي أنا عملت. بعد ما قشرتهم وغسلتهم رح أضيفهم بالطنجرة اللي بدي أسلق فيها. رح أضيف فوقهم مي، وبعدها رح أضيف لهم معلقة صغيرة من الملح. رح أحطهم على نار هادية لحتى يستووا. تقريبا بياخدوا 3 ساعة لحتى يستووا. بنختبرهم بشوكة، سكينة أو عود خشبي. بهي الطريقة بتستوي البطاطا أسرع ما تكون بقشرة وأنظف، وبتطلع لونها فاتح. قطعت البطاطا بهي الطريقة. رح أعمل معكم طريقتين بالبطاطا المسلوقة. ضفت لها بندورة، تقريبا حبتين من البندورة، وضفت له نعناع أخضر كمان مفروم، وضفت كمان بصل أخضر اختياري طبعا، وبصل يابس كمان، بصل صغيرة، وضفت فوقهم بقدونس. يعني صارت سلطة بطاطا. رح أضيف لهم الملح طبعا كله حسب الرغبة، والكمون كتير بيعطيها طعمة طيبة. ورح أضيف فوقهم عصير الليمون، ورح أضيف لهم آخر شي زيت البلدي. وهيك بتكون صارت عندي جاهزة سلطة البطاطا. الأولاد كتير بحبوها، وفكرة ظريفة وطيبة للعشاء أو الفطور أو مقبلات مع الغداء. ممكن أفضل بكتير من يعني البطاطا المقلية. نشوياتها بتكون أقل وأفضل بكتير ومسلوقة، وممكن تصلح لوقت الرجيم إذا حبيتي، لأن البطاطا المسلوقة بتفيد كتير بالرجيم. يعني بالنهاية أكلة كتير كتير طيبة وسلسة وظريفة وكتير رح تعجبكم. وهلأ حنبلش نحضر مع بعض الطريقة الثانية. طبعا الكمية انتو فيكم تتحكموا فيها بالشوكة أو بالهراسة. البطاطا ممكن نهرس فيها البطاطا لحتى تصير بهذا الشكل. رح نضيف لها معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكمون، وعصير الليمون، ومعلقتين من اللبن. ممكن تضيفوا طحينة إذا بتحبوا. يعني تقريبا هي بنسميها مسبحة البطاطا. كمان طيبة للعشاء أو الفطور، كتير كتير طيبة وصحية. بنضيف فوقها رشة كمون وزيت بلدي، بتطلع طعمتها كتير طيبة. بنصحكم كتير تجربوها. إن شاء الله يكون الفيديو لليوم نال إعجابكم، ولا تنسوني من دعائكم. وأنا كتير كتير بحبكم، بتشكركم كتير على كل تعليقاتكم الحلوة على الفيديوهات. إن شاء الله تضلوا على طول بخير. إذا عجبكم طريقة البطاطا الطريقتين، يا ريت تحطوا لي لايك، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا مشاهدين لأول مرة. بأمان الله.